التالت ده نظامه بقى اورال جلوكوز توليرانس تيست. من اسمه عارفين يعني ايه توليرانس؟ تحمل. اورال فموي، جلوكوز تيست سهلين دول. يعني ايه بقى؟ يعني انا بدي الواحد كميه من السكر واشوف جسمه هيعمل معاه ايه. ما هو لو سليم هيدخلها الخلايا ومش هيعمل، لكن لو هو مريض ايه اللي هيحصل؟ هيبقى له صفات معينه. طب انا اديله سكر عشوائي كده واجيب اي سكر، اجيب له معلقتين سكر من المعمل واديهم له؟ لا، له سكر معين بيجي من الصيدليه اللي هو السكر بيبقى سكر جلوكوز يعني خام، ما بديلوش اكل. طب احط له قد ايه واشربه قد ايه واديله قد ايه؟ او اخليه يعمل الاورال جلوكوز توليرانس تيست ده عشان اشوف جسمه يعمل مع السكر ايه. ده له شويه شروط. اول حاجه بيصوم من 10 ل 12 ساعه، قريبه من بتاعه الدهون صح؟ يبقى صيام من 10 ل 12 ساعه. بعدين اعمل ايه؟ اديله كميه من السكر. طيب الراجل ده قبل ما يصوم يفضل ياكل اكل كتير او يبطل اكل؟ لا، هو بيعيش 3 ايام قبل ما يعمل التحليل ده بصورته الطبيعيه خالص، ياكل عادي زي طبيعته، ما ياكلش كتير قوي ولا يبطل اكل ويقول لي عشان ابقى مجهز نفسي. لا، انت بتعيش عادي خالص، ما بتاخدش ادويه تعلي السكر زي الكورتيزولات. عارفين الكورتيزول اللي بياخد حقن بتاعه البرد دي اسمها ايه؟ ديكساميثازون. كل واحد عمال يحقن ديكساميثازون، ده ما هو دي فيها كورتيزول، ممكن تعلي السكر لو واحد بياخدها كتير. يعني يبطل الادويه اللي بتعلي السكر، يعيش حياته 3 ايام بشكل طبيعي جدا، يصوم لي بقى اليوم اللي جاي قبلها 10 ل 12 ساعه، وبعدين بعد ما يجي لي اديله 75 جرام من السكر ده، ادوبهم في 300 مللي من ميه مقطره او ميه عاديه، بس السكر ده بيجيبه من الصيدليه مش من عندنا، يدوبوا في الاثنين في دول. طب وبعدين هي ال 75 دي ثابته؟ لا مش ثابته، في لها نورماليه. في الادلت لها قصدي كميتين يعني، وفي التشيلدرن الاطفال. لو ادلت بديله كل كيلو جرام من وزنه 1 او 75% جرام من السكر. بمعنى انا دلوقتي وزني 70 كيلو مثلا، هدي لنفسي قد ايه؟ 70 جرام في 300 مللي ميه، بس 75 دي ايه؟ ده الماكسيمم. يعني لو واحد 100 كيلو مش هديله 100 جرام، لا هديله 75 مللي جرام لا جرام 75 جرام من السكر، لكن ماكسيمم 75 جرام. ده في الادلت. طب في الطفل 1.75 جرام، وادوبهم في لكل كيلو برضه من البادي ويت. يعني لو الطفل 20 كيلو اديله كام؟ اضرب 1.75 في 20 كيلو وادوبهم له في 300 مللي ميه وادهم. تمام، يبقى دي كميه السكر. الاولانيه 75 جرام والثانيه 1.75 كيلو جرام للاطفال. طيب بعد ما دوبته هيشربهم. طب اسحب عينه في الصيام؟ بسحب عينه في الصيام. احنا الموضوع ده عشان اعمل ايه؟ انا عايز اعمل كيرف، عايز اشوف السكر عمل في جسمه ايه. فانا بسحب وهو صايم عينه، واخد عينه بول برضه. يعني باخد عينه بول واخد عينه سيرم، اسحب له عينه دم وهو صايم، واديله الكميه اللي انا حسبتها دي ويشربها. بعد كل نص ساعه 30 مينت اخد عينه. يعني بعد نص ساعه من شرب الموضوع ده باخد عينه بول وعينه دم. بعد ساعه باخد عينه، بعد ساعه ونص، بعد ساعتين. فاهمين الحته دي؟ يعني انا باخد حوالي 4-5 عينات منه، واحده الصايم و4 بعد ما ياكل. كل نص ساعه بعد ما يشرب المحلول ده كل نص ساعه باخد عينه. صح ولا مش صح؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ واصله؟ طيب ايه اللي هيحصل بقى؟ هقيس العينات دي. طب انا معنى كده ان انا هشك 5 مرات، واحده صايم و4 فاطر، صح؟ مين اللي هيتحمل حاجه زي كده؟ كانيول. بركب له كانيول قبل ما اعمل اي حاجه واشربه، او قبل ما اشربه بسحب منها بقى عينه الصايم واخد عينه بول واديله المحلول ده. بعد نص ساعه باخد بول ودم من الكانيول، بول ودم. بقى عندي كام عينه بول؟ 5 بول، واحده صايم و4 نص 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 نص، يعني بعد نص ساعه، بعد ساعه، بعد ساعه ونص، بعد ساعتين، تمام؟ و5 دم واعملهم. المفروض ان انا برسم كيرف على النتائج دي. ببقى عامل مثلا تحت الكونسنتريشن تركيزات، شوف النتائج طلعت كام، وفوق الوقت بعد 30 دقيقه من تحت بقى، بعد 30، بعد 60، بعد بتاع 90، بعد 120، تمام؟ وتحت كونسنتريشن رتبهم انت حر بقى. واقوم راسم كده بعد 30 طلع السكر عنده 90،
ادي النقطه، بعد الساعه طلع 120. ادي النقطه، واقعد اعمل كده ارسم كده. الشخص السليم له مواصفات للكيرف ده، والشخص المريض له مواصفات. بناء على الكيرف ده انا هقول هو دايبيتك ولا هو السليم. طب انا بعمل الكيرف ده ليه؟ لو انا شاكك، مش احنا قلنا من شويه نتيجه طالعه 109 مش عارف 120 في حالات البوردر لاين، الحالات اللي ما بين ان انا لسه مش عارف هو مريض ولا مش مريض، ده يطلع طبيعي والثاني ليه 170 فمش طبيعي. او ست حامل وعندها سكر حمل، سمعت عن سكر الحمل قبل كده؟ في واحده ممكن ما عندهاش سكر بس اثناء الحمل بيجي لها سكر حمل، ممكن بعد الحمل يكمل معاها، ممكن يوقف على كده. طيب الكيرف بقى بتاع النورمال بيبقى مواصفاته ايه؟ المهم النورمال بتاعنا في الصايم، يعني العينه الصايم، مش احنا ساحبين صايم، بتكون اقل من 110. ده في الصيام، ده اول واحد، ده نورمال اهو. يعني لما اجي اقيس عينه الصايم الاقيها اقل من 110. بعد البيك بتاعنا، يعني القمه، اعلى قمه بتوصل بعدها 45 دقيقه، وبيكون اقل منين؟ من 180. ال 180 ده هو ايه؟ عارفين الكلى بتاعتنا اخرها في السكر تركيزه في الدم، هي الكلى دي لازمتها ايه؟ تفلتر الدم. السكر لو وصل ل 180 تقدر تمتصه تاني، ما ينزلش في البول. بعد ما يوصل ل 180 بيتسرب، ما عادش تقدر تجيب اكتر من كده، ينزل في البول. مش احنا كنا واخدين عينات بول؟ فالمريض بتاعنا ده السكر القمه بتاعته بعد المده 45 دقيقه بيكون اقل من 80. طيب بعد الساعتين بيرجع تاني للنورمال بتاعه من 70 ل 110. ده الشخص السليم. العينه بتاعت البول مفيش بول فيها، حط الشريط، في شريط بول كده، شريط ما بفحص البول، حط الشريط ما بيلونش اخضر عند الايتم بتاع الجلوكوز، ما عندوش سكر في البول، يبقى ده الشخص ده نون دايبيتك. يبقى سكره خلال اول نص ساعه او خلال الصيام قصدي اقل من 110. اعلى قمه له ما بيعديش ال 180. ما فيش عنده سكر في البول، بعد الساعتين بينزل تاني للطبيعي 90 مثلا، النورمال العادي. تمام. طب الدايبيتك صفاته ايه؟ في الصيام ممكن يقرب من 180. ده هو صايم. خد بالك احنا ما نعرفش هو ايه، ده احنا بنكتب النتائج دي وبعد كده نحللها، واقول ده هو بعد ما انا بكتب نتائج العينات دي كلها وابتدي احللها. ده هو والصايم طالع 180 ووصل عدى ال 200، القمه بتاعته عدى ال 200 وعنده سكر في البول، نزل في البول، ما هو عدى ال 200 هينزل في البول، فخلاص في اليورين سكر. فببتدي بعد ما احلل البيانات اما اقول عليه نورمال او اقول عليه دايبيتك. ده الاورال جلوكوز توليرانس.